السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين، عزيزاتي المتابعات لقناة حديقتي وأسرتي. المهم في هذا الفيديو هو فيديو مكون من موضوعين. أول موضوع هو أشكركم من أعماق قلبي لأنكم دعمتم القناة وأخيرا وصلت ل1000 مشترك. يعني أنا في فرحة كبيرة جدا، لا أعرف كيف أشكركم. المهم شكرا لكم جزيل الشكر، شكرا على التعاليق الإيجابية والمحفزة وكل دعواتكم مع بعضكم إن شاء الله. شوفوا أخواتي العزيزات، راني فرحانة بالبزاف على 1000 مشترك وعلى الدعم تاعكم ولي لايك تاعكم. المهم اليوم ندخلوا في الموضوع الثاني واللي هو يعني الأجواء تاع الحديقة تاعي في الليل. راني وعدتكم في الفيديو اللي درتها الخطرة اللي فاتت واني قلت لكم باللي غادي نشارككم، ندير لكم فيديو هكا شورت ولا فيديو كامل على الاضاءه اللي درتها للحديقه تاعي في الليل. المهم هذه هي النظره، راكم تشوفوا هذاك البلاستيك اللي درته باه نوفر لهم الجو دافئ، نحمي النباتات تاعي من البروده او اي شيء اخر. المهم وهذه هي الاضاءه والاجواء الرائعه. شوفوا انا درت هذا المشروع هذا الصغير او المحميه الصغيره لحديقتي، منها على عده اشياء او عده اهداف. غير هنايا يعني نريح، نشرب كاس قهوة، نكتب الأفكار تاعي، نخرج هذاك نرتاح نفسيا يعني. والله الجلسة في هذا المكان تحت هذا الضوء يعني الخفيف وتحت هذا المنظر الرائع والحديقة والورود والنباتات الرائعة، يعني أعطت واحدة النظرة اللهم بارك ما شاء الله. أقسم بالله العلي العظيم غير ترتاحي نفسيا، راحة نفسية كبيرة جدا. المهم الصباح كي تنوضي ترفدي هذيك الكاس تاع القهوة تاعك تجي هنايا، ما شاء الله الله يبارك. المهم وعدتكم بالفيديو هذا ووفيت بوعدي ودرتها لكم. ما تنساوش تخلوا لي تعليقات ايجابيه وديروا لي لايك تاعكم وتزيدوا تحفزوني. وشكرا شكرا شكرا لكل متتبعاتي العزيزات اللي تابعوني من قبل واللي اشتركوا في القناه تاعي جدد. حفزتوني بالبزاف والتعاليق تاعكم كانوا اكبر يعني محفز ليا باه نزيد ندير الفيديوهات ان شاء الله. المهم وحدة الراحة راني صوركم وفرحانة بزاف بزاف، فرحتين، فرحة الجو اللي راني فيه والراحة النفسية والهدوء وراحة البال يعني، وفرحة اللي وصولي ل1000 مشترك. والله كانت فرحة كبيرة جدا وراني صوركم في النبات. ما مشي انا حتى راني فرحانة، على بالي بلي كامل المتتبعات راهم فرحانين ليا تاني ويحبوا لي الخير ونحب لهم الخير. وتاني النباتات تاعي تاني هما راهم فرحانين بالجو وفرحانين بيا انا ايضا، لاني نهتم بهم ونعتني بهم حتى هما نحس بهم باللي راهم فرحانين. وهذه هي. المهم انا راح نوعدكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى راح تكون مختلفه، قادر تكون غير تاع نباتات. اللي محبين النباتات يكتبوا لي في الكومنتير يقولوا لي يعني كتفي لنا من الفيديوهات، زيدي لنا فيديوهات تاع نباتات. واللي يحبوا روتينات يكتبوا لي في الكومنتيرات، واللي يحبوا حاجه اخرى تاني لازم لهم يكتبوا لي باه نعرف المتتبعات تاعي واش يبغوا واش ما يبغوش. المهم اي ملاحظه اي استفسار اي حاجه على النباتات اكتبوا لي في الكومنتيرات، والله ما نبخل على حبيباتي ونرجع لكم ان شاء الله الاجابات ونجاوب على كامل الاسئله بلا ما نبخل عليكم. المهم شوفوا هذه الطله متساقه تاع الصالون تاعنا، روعة ما نحكي لكمش. دائما كل دقيقة نحل زار ونشوف الحديقة تاعي والأزهار كي راهي عايشة، ودائما نشوف هذيك الفرحة والله راني حاسة باللي النباتات تاعي راهم مبتسمين وفرحانين بهذا الجو اللي وفرته لهم، جو دافئ جدا. ما محتى يعني الدفا هذاك اللي درناه سوتو اللي درنا هذاك بلاستيك ولا انا حتى حنايا الصالة، يعني راه الجو دافئ جدا. المهم راني نصور لكم وراني فرحانة بالبزاف، ما على باليش واش غادي نقول لكم. شكرا لكم بزاف. المهم في نهاية الفيديو راح نوريكم واحد الصنيوة هكا تاع الغريبية، يعني خدمتها لأبي صباح كي يروح الخدمة يتقهوى بها، جات روعة، جات مشقة من فوقها ودرت لها شوية كي نروح نايا قرفة غير دريات صغار هكا، واحد المذاق والله ما نحكي لكم، جا بزاف روعة. وهنا راني نوري فيكم الاضاءه باسكو نقصت لي شويه من الاضاءه تاع التليفون، ديك هي راني ندير يدي باه نوريكم لا فيديو. هنايا درت طله صغيره على هاد النبات واللي اسمه جلد النمر، وريتها لكم في الفيديو الاخر. وانا حطيتها في تربه رمليه وراني نقارع في النتيجه، واي نتيجه راح تظهر لي ولا راح نشاركها معكم ان شاء الله. وهذه هي راكم تشوفوا درت لكم جام على يعني المنظر اللي راني فيه رائع جدا. تشوفي كم نباتات كيفاش راهم يعني الاجواء تاعهم هكا، اي حاجه ولا تقدري يعني تغرسي الورد في هذاك الوقت في الليل ولا. المهم هذه هي الغريبيه تاعنا، وهنايا خلاص لا فيديو. بسلام عليكم.